الحمام يا بنتي. حاضر يا بابا. بنسمع اليومين دول جمله غريبه جدا. الراجل من دول قبل ما يدخل يستحمى يقول لمراته حضري لي الحمام. قال لها يعني ايه احضر لك الحمام؟ الحقيقه ان الجمله دي جمله حقيقيه جدا وواقعيه جدا، بس الحقيقه مش اليومين دول. الجمله دي كانت ينفع تتقال في العصر المملوكي او حتى في العصر العثماني. طيب ما تيجوا معايا نعرف يعني ايه حضري لي الحمام ونعرف التاريخ بيقول ايه. حضري لي الحمام يا وليه. وده يتحضر ازاي ده؟ يعني الجملة دي اتقالت في 950 ألف فيلم قبل كده. جت على أمي أنا، خديني على قد عقلي كده وخش حضري الحمام وخلاص. يعني ايه فعلا احضر لك الحمام؟ حمام ايه اللي احضره لك واحضره ازاي؟ الجمله دي اصلها كانت بتتقال في العصر المملوكي وكمان العصر العثماني. ما هي حماماتهم كانت غير حمامات اليومين دول خالص. الحمامات زمان ما كانتش زي دلوقتي. البيوت كانت متقسمة لبيوت طبقات، بيوت العامة والفقراء والعمال، وكمان بيوت ومنازل وقصور الأثرياء. ولأن المية كانت عزيزة وما كانتش موجودة كتير زي اليومين دول، فما كانش سهل جدا إن الواحد يبقى عنده مكان يستحمى فيه في بيته. والله زي ما بقولك كده الموضوع ده كانت رفاهية كبيرة جدا. ما هو أنت عشان تستحمى لازم تاخد جزء كبير من المية، والمية بنجيبها بفلوس. السقة بيجيب المية لحد البيت وبتدفع له فلوس عليها. كانوا العامة والفقراء بيروحوا الحمامات العامة اللي موجودة في شوارع القاهرة. إنما بقى الأغنياء والكبارات كانت عندهم حمامات في بيوتهم. برضو معرفتش أحضر لك الحمام إزاي يا سيدنا. الحمام زمان كان غير دلوقتي خالص. الحمام كلمة مشتقة من كلمة حمى الماء، يعني سخن المية. الحمامات كانت معتمدة اعتماد رئيسي على المية السخنة. كانت شوارع القاهرة مليانة بالحمامات العامة. الحمام كان رفاهية، مش أي حد عنده في بيته مكان يستحمى فيه. زي ما قلنا إن المية كانت عزيزة وغالية، وكان كمان تسخينها بياخد فلوس كتير. ما هو أكيد عشان أسخن المية لازم أجيب حاجة أولع بيها، والوقود كان غالي. علشان كده الناس العادية كانت بتنزل تروح الحمامات اللي مالية شوارع القاهرة، واللي كتير جدا منها موجود لحد دلوقتي، واللي مشهورين بأسماء كتيرة جدا، واللي يمكن أشهرهم حمام التلات وحمام الملاطيلي اللي اتعمل عنه فيلم مشهور جدا في السينما المصرية. الحمامات العامة كانت بتقدم خدماتها للناس في مقابل مادي صغير جدا، وكانت الناس تدفع الفلوس علشان تدخل الحمام. إنما بقى أنت لو أمير أو سلطان أو حتى راجل مقتدر، ليه تروح حمام وتستحمى مع غيرك؟ كانت بيوت الأغنياء جواها حمام، مش بس حمام عادي، ده كان حمام بخار وفيه كمان أوض للتدليك. والله زي ما بقولك كده، مثلا زي بيت السحيمي. لو رحنا بيت السحيمي هنلاقي فيه غرفة الحمام التركي أو الحمام العربي، اللي أول ما بتدخلها بتحس إن أنت دخلت أوضة من أوض الألف ليلة وليلة. بداية من شكل السقف الغريب اللي دايما كان سقف الحمام يبقى عبارة عن قبة، ومش أي قبة، قبة فيها فتحات. الفتحات دي بقى فيها إزاز ملون، لا مش عشان يعمل له جو لطيف وكده خالص، الموضوع حكاية تانية خالص. الإزاز الملون ده بقى يا سيدي كان كل وظيفته إنه يكسر حدة الضوء الأبيض، لأن الأوضة الأولانية دي كانت بتبقى أوضة البخار، وزي ما احنا عارفين إن البخار لونه أبيض وضوء الشمس لونه أبيض، فلو دخل الضوء مع البخار هتبقى الرؤية صعبة جدا. علشان كده كانوا بيحطوا إزاز ملون في القبة بتاعة سقف الأوضة دي، وفي نفس الوقت كانت بتدي ألوان جميلة جدا تعمل لهم ريلاكسيشن. شفت الدلع اللي هم كانوا فيه؟ مش حمام وخلاص، ده بيدخل يتدلع. بعد أوضة البخار والتدليك نخش بقى على أوضة المغطس، واللي لازم يكون مليان مية سخنة جدا قبل ما الشخص يدخل يستحمى. علشان كده بقى جملة حضري لي الحمام كان معناها إن الست أو الخدم يدخلوا يسخنوا المية علشان الأوضة الأولانية تتملي بالبخار، والأوضة التانية المغطس بتاعها يكون مليان بالمية السخنة. ويجي صاحب البيت يدخل الحمام المتحضر يلاقي الأوضة الأولانية مليانة بالبخار، يتلف بالبشكير وينام على طاولة، ويجي المدلكاتية يبدأوا يدلكوه. بعدها يدخل على المغطس اللي بيكون مليان مية سخنة علشان يشيل كل الجلد الميت وينزل في مية المغطس أو حتى يقعد على طرف، وتيجي مجموعة من المكيساتية علشان يكيسوه
يعني ايه كيسوه؟ دي جملة غريبة جدا. اقول لك انا بقى يعني ايه كيسوه. التكييس كلمة جت من اسم الحاجة اللي بيستخدموها، الليفة اللي كانوا بيلبسوها في ايديهم، كان بيبقى شكلها زي الكيس، وكانت بتبقى مصنوعة من وبر الجمل الخشن جدا. ايوه، هو ايه اللي هيشيل الجلد الميت غير وبر الجمل الخشن؟ ويجي المكيساتي يبدأ يدعك في جسم الراجل لحد ما يشيل كل الجلد الميت من عليه، وبعد كده ينزل في المغطس السخن ويغسل جسمه كويس جدا. لكن ما يقدرش يخرج على طول على بر، ما هو الجو برد، ولو طلعنا ناخد لطشة هوا، قوم ايه نرجع تاني على اوضة البخار، نقعد فيها شوية ونتدلك التدليكة الأخرانية، وبعد كده يرجع ويخرج على بر. يا شاب، واحدة حموم وواحدة حموم وتكييف. انا حموم وتشحيم. خلط ابيض بس. هاتي الباقي. الا انت منين يا شاب؟ من العطارين. وبعيد عنك يا اختي، اختي اتخبطت عين وجعوها عنها الاتنين. منه لله يا عم حسين ابو رجلين. حتى بصي يا اختي هامشه. يا حلاوتهم، دخليهم كشك نمرة 1 يقلعوا يا حلاوتهم. تعمل ايه يا شباب؟ اتفضل. ايه يا اخي ما كلهم بيكيسوا بعض. امشي امشي يا اختي امشي. يا اختي يا اختي يا اختي يا العانة اللي انا فيه انا ميه. انزلي يا حبيبتي، ده الميه ترد الروح. يا اختي يا اختي خدي يا اختي حبه ميه. يا اختي تجوزي يا اختي. وانت يا شابه ما تفكي نفسك يا اختي، تعالي فكي عشان تشيلي الجلخ اللي عليكي. تعالي يا اختي يمكن يجي لك عريس. تعالي. لا اوعي تنزلي، اصل الميه اللي هتبقى نار. عرفت بقى يعني ايه حضري لي الحمام؟ دلوقتي لما جوزك يقول لك حضري لي الحمام، قولي له من عينيا الاتنين، وادخلي الحمام وشغلي له السخان. ما هو مفيش في ايدينا اكتر من كده، لا عاد عندنا مغطس ولا حتى اور بخار في بيوتنا.